السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم كاملين في اتم الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا واحد الطاجين ديال الجبانه والقوق باللحم. حبيت نشارك معكم هذا الطاجين هذا. واخا ما كنتش معوله على التصوير، ولكن قلت علاش لي ما نشاركوش معكم. عندي هنا واحد الحبه ديال البصله اللي قطعتها رقيقه، وخديت واحد الحبه ديال المطيشه حتى هي وقطعتها رقيقه، وغادي نفرشوها في الطاجين. ومن بعد غادي نديروا اللحم، وغادي نشعل على الطاجين. العافيه كتكون مهيله ضروري، لان الطاجين ما تيبغيش لينا العافيه تكون مجهده باش ما يتهرش لينا. وفي نفس الوقت انا كندير واحد الماء كيكون غليان كنخليه على جنب باش فما نحتاج الماء نبقى نروي به. صافي غادي ندير واحد المعلقه صغيره ديال سكينجبير، معلقه صغيره ديال زعفران، الملحه على حساب الذوق، وغادي ندير راس معلقه ديال الابزار. غادي ندير راس معلقه ديال البزار الابيض ومعلقه وراس معلقه ديال البزار الاسود. كندير بيناتهم ميلونج باش لان البزار الابيض كيكون حار بزاف، ما كنحاولوا اننا ما نكثروش منه. وكندير واحد راس معلقه ديال العطريه ديال اللحم. صافي وكنزيد واحد الكاس ديال الماء كيكون صغير. من الاحسن ان نخلطوا ديك العطريه في الكاس ونكبوها من الفوق، لان انايا ما كنتش معوله انني غادي نصور. ومع الزربه درت العطريه، لان كيف ما كتشوفوا غادي نبقى نقلب انا في اللحم باش ما يبقاش لاصقه ليا العطريه في اللحم بوحدو. صافي ملي كطلع لينا الغليه كنزيد واحد المعلقه كبيره ديال القزبر ومعدنوس، وكنبقاو نخلطوهم مزيان مزيان. ومني كنحسوا بال ديك البصله ومطيشه بدات شويه كتنزل، كنزيد واحد الخليط ما بين زيت المائده وزيت الزيتون. زيت الزيتون اختياري، اللي بغى يديرو. المهم كنديروا منه واحد شويه الا كاين عندنا في الدار. صافي وكندير واحد الماء كنديرو كي سخن، يعني من كنزيدوا الماء ضروري نبداو نزيدوا الماء غليان باش ما يطرطقش لينا الطاجين. صافي وكنغطيو عليه وكنخليو اللحم كيطيب على خاطرو، وكنمشيو كنوجدوا الخضره اللي كنقطعوها. غادي ننزل لكم الرابط ديال القوق كيفاش كنقيه، كيبقى عندي ما كيكحالش ما كياكسدش، ولا بغينا نحتفظوا به حتى في المجمد كنديروا معاه شويه ديال الحامض وكنغسلوه بالحامض وكنحتفظوا به حتى هو كيبقى مزيان. عندي في القناه الاولى منزله الفيديو ديالو، غادي نحط لكم الرابط. ما بغيتش لان انا كيف قلت لكم ما كنتش معوله انني غادي نسجل، ومادام انا عندي فيديو نحطه لكم. شوفوا الطريقه كيف ما كتشوفوا القوق كيبقى بيض، ما كيكحل ما حتى شي حاجه، وحتى اليدين ديالنا ما تيكحالوش. صافي نشدو داك القوق كنستفوه في الطاجين وكنديروا الفوق جلبانه. صافي وكنرويوه بالماء يكون غليان، وكنسد على الطاجين وكنخليه كيطيب على خاطرو حتى كيطيب.
وهنا من بعد ما طاب لي الطاجين، هذا هو الشكل ديالو. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. الا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساونيش بواحد لايك واشتراك وتخليوا لي تعليق. شكرا على المتابعه، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.